السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم محمود أبو العلا من قناة لقمة ولمة. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم اللوبيا البلدي باللحمة. سهلة وما بتاخدش وقت، والطعم بيكون خطير. بس أهم حاجة لما تيجي تشتريها تطلبي لوبيا بلدي. اللوبيا البلدي بتكون الحباية بتاعتها صغيرة شوية، بيكون البياض بتاعها مايل للصفار، بيكون النقطة بتاعتها مش سمرة، بتكون لونها بني وبيكون بني فاتح. زي ما انت شايفاها معايا كده. هي دي اللوبيا البلدي. طعمها بيكون جميل. انا عشان مستعجلة غسلتها، نقيتها الاول وغسلتها وولعت عليها علشان تستوي كده. هي ده السليق بتاعها. انت بتعمليش حاجة، بتحطي اللوبيا ومية وبتولعي عليها لحد لما تستوي، بس ما بتسيبهاش لما تستوي السوى الكامل. يعني بتطلعيها 3/4 سوا، لان لسه هتكملي سواها في الصلصة. هنا انا بشرة بصلايه مع 3 معالق دهنه كبار. حسب بقى الاستعمال بتاعك، دهنه سمنه ولعت عليهم. زي ما انت شايفه معايا، ما بخليهمش لغايه لما البصله تتحمر. وده ملح وفلفل اسمر بحطه عليها. بيدي ريحه ونكهه في منتهى الجمال لما بتشوحي الفلفل الاسمر مع البصلايه. طبعا انا بكون ضربت الطماطم ومجهزاها علشان انا ما بخليهاش تتحمر. البصله بتدبل زي ما انت شايفه كده. بعد كده بنزل عليها بالطماطم. يعني الربع كيلو لوبيا بتحطي عليه حوالي نص كيلو طماطم، والنص كيلو لوبيا بتحطي عليها كيلو طماطم علشان يبقى الحمار بتاعها حلو وجميل. بتتسبك لحد لما تبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. متسبكه معانا. لازم تسبكيها كويس علشان طعم التخديعه يبقى حلو. هنا طبعا اللحمه مسلوقه. انا عملتها في الفيديو اللي فات. هتشوفي اللحمه بتتسلق برضو ازاي بطريقه سهله وجميله. بعد ما بسلق اللحمه وبتستوي، بحاول ان الشوربه ما تكونش كتير قوي علشان يبقى الدسم بتاعها منها فيها. بضيف عليها الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، وبسيبها برضو حوالي 10 دقايق لغايه لما اللحمه تاخد وتدي في قلب الصلصه وتاخد طعم الصلصه. بعد كده بجيب اللوبيا، بكون طبعا اتسلقت وحطيتها في المصفى وغسلتها وبقت بالمنظر الجميل اللي انت شايفاه. بضيفها على الصلصة باللحمة، وبتسيبيها برضو حوالي 10 دقايق لحد لما يكمل سواها، لان انت منزلاها ناقصة سوا. انت بتسوي اللوبيا في السليق 3/4 تسوية. والربع اللي فاضل بتكملي سواها في قلب الصلصة مع اللحمة زي ما انت شايفة. ما تنسيش القناة بتعليق حلو جميل منك. وتقولي لي ان انت بتتابعيني من اي بلد، واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة لقمة ولمة. زي ما انت شايفة كده، يعني كده يعتبر خلاص هي استوت معانا. خلاص انا بقى هغرفها في طبق التقديم او في الحلة اللي انت هتقدمي فيها. وتطلعيها وهي جاهزة على الاكل. بنعمل طبعا جنبها رز بشعرية، برضه انا عاملاه. ونازل قبل اللوبيا منزلة اللحمة المسلوقة ومنزله الرز بشعريه علشان تبقى الاكله كامله متكامله. من قناه لقمه ولمه من ام محمود ابو العلا. زي ما انت شايفه اللوبيا، مش قادره اقول لك على الطعم بتاعها، في منتهى الجمال. طعم خطير وسهله وما بتاخدش منك وقت ولا مجهود. ولازم الاكل الخضار لازم تعمليه عشان الاطفال وعشان صحتهم. ما شاء الله طلعت معانا بالشكل الجميل اللي انت شايفاه من قناة لقمة ولمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.